يوم الجمعة على الساعة 9 و9 ونصف ليلا معناها هناك شخص معناها مش هو من أصيل الرديف جاي من معتمدية أخرى، من معتمدية بالخير تحديدا. معناها جاء لهنا الشخص هذايا معناها هو إنسان معروف بسوابقه العدلية. معناها جاء يسأل علي أنا وبالتحري معه من طرف الشباب معناها واقتياده إلى مركز الأمن. اعترف معناها بحقائق خطيرة ياسر، معطيات خطيرة قدمها الفرقة العدلية بمنطقة الشرطة بمتلوي، وذكر فيها أنه مجند معناها الاغتيالي وجاء لهنا من أجل الاستطلاع معناها المكان والتعرف عليه، وأعطاه حتى مواعيد معناها تسليمه السلاح والمبلغ المالي المتفق عليه، وقال أنه حصل على تطمينات لحمايته ولإخراجه من أرض الوطن إن لزم الأمر. ذكر بعض أسماء، هو الأسماء هذه تنتمي تحديدا إلى حركة النهضة، هذا كلامه طبعا والعهدة عليه. وذكر أنه سبق تجنيده معناها لعمليات معناها اعتداء على الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في السابق أيامات التوتر معناها اللي بين الاتحاد والحكومة وحركة النهضة. هو الآن موقوف معناها على ذمة العدالة، هذه أقوال أمضى عليها، مستبعدة معناها أنه يكون مختل ذهنيا. الرجل معناها في جميع مداركه العقلية، في لا بأس عليه معناها ما بأحد شيء. هاي تحدثت معاه ما هوش مختل عقليا معناها. أنا استدعيت إلى من طرف الفرقة العدلية وتم سماعي ومصر على تتبعه، وكذلك توقع سماع الشهود اللي تحدثوا معاه من شبابنا واللي حقوا معاه واللي قال قدامهم المعطيات هذه، وهو مصر على هالأقوال هذه وأمضى عليها. ومحضر هذا محضر البحث نتاعه، ولمزيد التحري معناها الفرقة العدلية ستحيل إلى فرقة مقاومة الإجرام بتونس لمزيد التحقيق معاه والتحري. هي مرحلة خطيرة فعلا معناها، هذا اللي كانت نبهت منه الناس كل والأطراف الكل، خاصة بعد معناها ما دخلنا في الجد وتم اغتيال الشهيد شكري بالعيد. معناها الباب هذا نتاع العنف ونتاع الاغتيالات السياسية معناها تفتح على مصراعيه، وهالحكومة هذه ولابد أن تتحمل مسؤوليتها من أجل معناها استتباب الأمن ومعناها حماية الناس معناها وحماية المواطنين. الحكومة هذه فشلت في تحقيق أهداف الثورة، فشلت في أبسط الحاجات معناها، وقاعدة مصرة على موقفها ومصرة على أن توقف السلطة. اليوم الشعب التونسي نقولوا له معناها يلزم يرد باله ويلزم يفهم الوضعية. احنا ماناش ضد حزب سياسي او ضد حركة النهضة، لان حركة النهضة احنا اللي ما بيناتنا والفيصل ما بيناتنا هو معناها اهداف اللي الثورة ومعناها مطالب الشعب التونسي العاجلة والآجلة. احنا ما زلنا نستنوا مازال البحث معناها باش يتواصل مع السيد هذا، معناها ما زلنا احنا مصرين على كشف الحقيقة، ماناش نتهموا حتى طرف وماناش معناها نوجه أصابع الاتهام حتى الحد. هذه أقوال السيد هذا المعنى اللي صرح بها. احنا نطالبوا بكشف الحقيقة ومحاسبة إن كانت هناك معنى بالفعل إعداد لجريمة، محاسبة الناس هذوما. وقتها لكل حادث حديث، وقتها سيكون لنا تحركات معناها من أجل مقاومة التيار العنف هذا.